موعد مباراة الأهلي القادمة. الأهلي هيلاعب نادي زد في مباراة هامة جدا يوم السبت إن شاء الله على استاد القاهرة 9:30 مساء. هو ده التشكيل اللي أقرب للنادي الأهلي. في حراسة المرمى مصطفى شوبير، في الباك اليمين محمد هاني، في الباك الشمال يوسف بالعمري، اتنين في الدفاع أتمنى ما يتغيروش نهائي، ياسر إبراهيم وهادي رياض. مهم جدا جدا إننا نبدأ المباراة دي بياسر إبراهيم وهادي رياض. ثلاثي في خط الوسط بن رمضان، إليو ديانج، مروان عطية. قدامهم ثلاثة في خط الهجوم: إمام عاشور، مروان عثمان، أشرف بن شرقي. مباراة هامة جدا. للأسف ما ينفعش أي نقطة تضيع في المباراة دي بالذات. كل المباريات اللي فاضلة للنادي الأهلي في الدوري أي نقطة هتضيع الدوري هيضيع. يلا يا أهلي، الدوري يا أهلي. أتمنى من كل إدارة النادي الأهلي لو أي نقطة المدرب ده ضيعها تاني يمشي على طول ويجي مكانه عماد النحاس بفترة مؤقتة تاني، ويأكد لنا في الفترة المؤقتة دي إنه يستحق يدرب الأهلي بجد. ولو ثبت ده وخد معانا الدوري ودوري أبطال أفريقيا إن شاء الله، أتمنى نقدم بعماد النحاس عقد كبير جدا مع النادي الأهلي يستمر فيه لموسمين، بعد كده نقيمه بعد الموسمين إن شاء الله. عماد النحاس مدرب كبير بجد، كان يستاهل إن هو يدرب النادي الأهلي في كأس العالم للأندية. عماد النحاس دلوقتي فاضي مش بيدرب أي نادي. أتمنى نستغل الفرصة دي مع أي تعثر ليستروب مع النادي الأهلي يمشي على طول ونجيب عماد النحاس. عماد النحاس يستاهل يدرب النادي الأهلي بجد في الفترة الحالية. زي ما احنا شايفين يستروب من ساعة لما جه النادي الأهلي النادي بيجيب مدرب عشان يطور أداء اللاعبين. للأسف مفيش ولا لاعب أداؤه اتطور تحت قيادة يستروب. أتمنى في أقرب وقت نجيب مدرب مصري، هنوفر الدولار ونجيب بالدولار اللي هنوفره من المدرب الأجنبي نجيب لاعبين كبار زي الأندية الكبيرة. الأهلي نادي كبير يستاهل بجد يجيب لاعبين كبار بمبالغ كبيرة من الدولارات واليورو كمان. النادي الأهلي نادي كبير يستاهل أهم مهاجمين في العالم. ضيعنا وسام أبو علي بسبب فرق العقد. وسام أبو علي لو كنت اديته العقد اللي هياخده في النادي الأمريكي كان قدرك وقعد معاك ال4 سنين اللي كانوا فاضلين في عقده. يلا يا أهلي، الدوري يا أهلي. مش عايزين الدوري يروح ولا أفريقيا تروح. مفيش أي مباراة ينفع تعثر فيها تاني في الموسم خلاص بيخلص. مش عايزين